إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدهنون وأن تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقدار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الفاتحة على ما سلفنا الصالحون وعلى من وحبيب الحبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيها يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قدها يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبسا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وكل من للنبي يصحى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد واغفر وسامح من كان أذنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ
كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على البرايا جاها وارحام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد صدق عبد بالحق أعرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصوات يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد ما طير يمن غن فطرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه ينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواذي برهانه، المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمه وضوى عليها علما، وبسط لهم من فائذ المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة. تعلق الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت دار شرفه في عالم الشهادة
والغيوم صلى الله عليه. وجل هذا المن الذي تقرب به المنان صلى الله عليه. هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان شهرة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. بوجودها كناف الوجود وضرجت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع جل القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. Jambu maca sallallahu alaihi bareng terus jeneng-jeneng saya catat amal sampean niku selawat sampean ya pada maca. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد بل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والى صلى الله عليه. فالوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه. الذي برز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ملأ وجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم صلى الله عليه. إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه. عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. من الإيمان
القرآن قوام صلى الله عليه سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله بنا الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه مدن انتصر سرها في البحر والبر الصلوات وجماعها وأزكى التحية وسعيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه فيها في خلة الكمال صلى الله عليه في مواتن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه المصلي عليه به صلى الله عليه وسر تعلقه به وهم به ويقبها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم صلى الله عليه خصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغابرة صلى الله عليه التصوير في العالم الممتلك الكبير صلى الله عليه مشهود بالعين حاول لوصف الكمال الممتلك والحسن التام والزين صلى الله عليه تنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه تم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروج صلى الله ليتشرب عليه بموضع استقراره وموضع صلى الله خروجه عليه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه مستقر في الأسناب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه غير الأبكار زوره وبار صلى الله عليه من هذه الحروب بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لن تنفي بعشر معشار يوصف بذلك الموصول صلى الله عليه السامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن لا تعرف
الأقلام صلى الله عليه خير الأنام ولكن أنزل إلى تزويد ما بد من شرف المخلوق صلى الله عليه في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته بالقول منشورة على مر أيام الشهور والسنين صلى الله عليه بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السماء يوصى بها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين بشفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدنا هيا بغار إلينا الآن يا همة ما عدنا الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله نادى المهاجر صفي
بنو عيسى أبا السادات كان المهاجر صفي الله سقفنا خارق العدا يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بدم يستغفرون الله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور ومنبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي
الله يا رسول الله خذ بيدي بنا صلى الله وسلم وبارك عليه وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكره أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدني بصفي الوداد وهل تمنحوني شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام الله 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 لا إله إلا الله الله
الله سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل صلى الله مما عليه استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائل عليه التي هي أحسن الشمائل الله عليه ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله وقد بلغنا في عليه الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه عليه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد
حددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله فتنقل عليه هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وشاوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه تشكو ولا من ولا عللا صلى الله عليه بعد الشهر من حمله وقضى وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجده السميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة صلى الله عليه والكون كله يسبح ويمسي بسرور وابتهاج صلى الله عليه وإشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز صلى الله عليه إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه لقريش نطقا بفصيح العبارة صلى الله عليه البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام صلى الله عليه بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإذن الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه من خف إلى عالم الظهور صلى الله عليه في البطون والزهور صلى الله عليه في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه فحين ترضى وضع هذا الحبيب صلى الله عليه والأرضون ومن فيهن
بالترحيب وامطار الجود إليه على أهل الوجود تتيد والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعجز سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر هذا المستور صلى الله عليه في عالم الظهور نورا فاك كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه أن يحضر عند وبيه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه السيدة مريم والسيدة صلى الله عليه قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه الله على هدوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. حضرك يا رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك اقربوا يا أهل المثاني فازاروا اليوم لغرد واستغنوا بجمال يا رسول الله فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك اللهم صل على محمد مستمر ليس ينفع حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يحصره العبد اتعبنا بوجود مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على محمد اللهم صل وسلم عليه الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين
مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وصل على محمد وسلم عليه سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا اللهم صل على محمد. الله تغشى أشرف الرسل محمد اللهم صل وسلم عليه. وسلام مستمر كل حين يتجدد محمد الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله أوسعهم عليه بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى له الله الملك السهل عليه والحمد المهتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. صلى ولد الله الشفيق الرحيم عليه لليتيم والأرملة. صلى الله عليه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقياء من البرية. صلى ومن الله نجله عليه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية صلى الله عليه وخلق بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه الحبيب وشني والعلولا في مجدي ومكانه. صلى الله عليه مجدها أخذت على نجم السهاب إلانه. صلى الله عليه في تدوين ما أفاده العلم بوقاع مولد النبي الكريم. صلى الله عليه أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه إن
جملة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك الختم كما يحسن التقديم صلى الله عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أحمد رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. أنا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقيك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين والعبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودرونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وأم بقرته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر
ورحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي بسر الفاتحة.